هي غير صالحه للفلاحه هذه، هما قال الارض فلاحيه وهي غير صالحه للفلاحه. هذه ارضيه مالحه وغير صالحه، وراهم يقيسوا فيها حتى الديشارج هنايا، راهم يجوا مقاولين يقيسوا الديشارج هنايا. هذه من احسن تندار متوسطه خير من اللي تقعد كيما هكا. هذه ماهيش ارضيه فلاحيه، تشوف بعينك هذا. وشافوها خضراء وداروا عين والاخر داروا شواطينا فيها من 2018، ولكن قال لك راهي فلاحيه، مازال ما صنفناهاش باش تكون صالحه للبناء. ناجدوا السيد الوالي ويدير لنا الحل هذا تاع ماذا بيه حنا كون يبرمج لنا زياره نزيدوا نفهموا على الوضعيه تاعنا هذا. حنا راسلنا عده مراسلات للسلطات المحليه والولائيه لكن بدون جدوى. والمراسله الاخيره اللي درناها لمدير التربيه عن طريق المندوب الولائي لوسط الجمهوريه، مراسلونا به الاجابه تاعها قال لك بلي عندكم متوسطه في 2026 مبرمجه لهنايا. المشكل الوحيد والعائق هو الديكلاسمون تاع الارضيه، يعني تصنيف الارضيه تاعكم. قالنا الشواطيره تاعكم ماهيش مصنفه. لذا من هذا المنبر نطلب من السيد والي ولايه غليزان التدخل لحل هذا المشكل تاع الديكلاسمون تاع الارضيه. باسكو هذو احياء مدمجه، حي مدمج في 2026 برمجينا، بصح قال لكم العائق الاكبر هو التصنيف. والنقل المدرسي ما كفاهمش 560 مسكن، زيد معنا عندنا رحاليه 1 و 2 قاعد يقراو في المطمع المركز. ولادنا راهم من لهنا مغبنا، كسموا 6 ونص راهم يبكروا قدامنا الفجعه نسيبوهم برا. المشكل عفاني يكسموا يسراو هنايا شجرات باش يطلعوا الحافله ما يدقاو، خطره واحد ينجرح خطره واحد ينقرض بزاف، كل خطره العام اللي فات اللي قبلها والسنه ثاني كذلك. الولد اللي يروح من 6 ونص تاع الصباح حتى ل 5 تاع العشيه بيرجع، نتحدى اي واحد اللي يقول لي ولدي راه يقعد على هذا القاس. انا وبنتي مرضت قاسم، راني في 3 شهور نجري عليها على بالك كلاوي، مرضت من البرد من الصباح من تبكر، والسيرتيفيكات عندي والدواره عندي. الله غالب ما طقناش يا سيدي الوالي، احنا نطالبوا منك روح شوف بعينك هذه الحاله اللي رانا فيها احنا وولادنا. عندنا ارضيه عندنا الخير، بصح راهم يقيسوا فيها العوساخ، اللي راهم يقيسوا فيها العوساخ يديروا لنا فيها سيام.